اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. تعالوا كده نتفق مع بعض على حاجه. اول حاجه هنقولها هي البيوت اسرار. اسرار فيها منها الحلو وفي منها الوحش، بس احنا عايزين الوصفه اللي تخلي الحلو اكتر من الوحش، الوصفه النبويه. حديث عن النبي عليه افضل الصلاه والسلام عن عبد الله بن مسعود، كان بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا كلمات: اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنيين بها قابليها وتمها علينا، اللهم آمين. ادعي من قلبك واحفظي وحفظي غيرك، وتعلمي وعلمي برضو غيرك، وما تنسيش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعمل مع بعض أكل لذيذة كده، سهلة وبسيطة خالص، وكمان مش هتكلفك اي حاجة. حاجات بسيطة وسهلة هتعمل معاكي وجبة لذيذة. هتعجب ولادك جدا، وهتحسي بيها فرق جامد في تغيير الاكل وتغيير طعم الاكل. اول حاجة مع بعض كده، انا معايا خضار انا مقطعاه، بصل وجزر وكمان بطاطس، حطيتهم كده في الصينيه، وجبت الكبه بتاعتي وحطيت فيها كام فص ثوم، وكمان شويه بقدونس وكزبره ناعمين، وكمان حطيت عليهم شويه نعناع كده محترمين، ورق نعناع مش كتير يعني، ايه حبه حلوين. هنعمل فراخ بصوص النعناع التحفه. وحطيت عليهم برضو التوابل بتاعتنا اللي هي ايه: بابريكا وفلفل اسود وملح وكمون وبهارات مشكل، وكمان بصل بودر، وكمان نزلت عليها بكده نص قرن فلفل اخضر ونص في قرن فلفل احمر، على حسب انت حباه بارد او حار زي ما انت تحبي. هضربهم بقى في الكبه، وجبت طبق علشان انزل فيها التتبيله بتاعتي ديت، وكمان حطيت شويه زيت وضربتهم في الكبه لحد ما نعموا معايا كويس. حابه تضربوهم في الخلاط برضه هيبقى معاكي صوص هايل جدا. فهنزل عليهم بقى بحته زبده محترمه كده، نخلطها بقى مع الخلطه بتاعتنا ديت. يعني مثلا لو هي بره التلاجة تكون افضل، لان انا طلعتها من التلاجة كنت ناسي خالص ان انا اطلعها، فطلعتها كده ودعكتها كده مع الخلطه بتاعتي. يعني ايه، خليتها متجانسه معاهم كده كويس، علشان لما ادخل التتبيله جوه الفراخ بتاعتي او اي حاجه انت حابه تتبلي بيها التتبيله ديت. فراخ تبقى يعني صدور، وراك، اي حاجه انت حابه تتبليها بالتتبيله ديت هتدي معاكي طعم حلو جدا. بعد ما مسكتها كده قطعتها كويس، فرمتها كويس مع التتبيله. امسك بقى الوراك بتاعتي كده، بس اهم حاجه ما تقطعيش الجلد علشان التتبيله تفضل جوه الفراخ بتاعتك، وتشرحيها كده تشريحه بسيطه، بحيث ان التتبيله تدخل جوه الفراخ وتديكي طعم لذيذ، طعم حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. مسكتها شرحتها كده بالسكينه بالراحه علشان تديني الطعم بتاع التوابل يدخل فيها. حته الزبده بقى بتدي طراوه حلو جدا للفراخ بتاعتي. همسك التتبيله بتاعتي ادخلها جوه في الفتحات اللي انا فتحتها، وطبعا زي ما قلتلك خلي بالك ما تقطعيش الجلده بتاعت الفراخ عشان التتبيله تفضل ثابته جوه، ولحمه الفراخ تاخد منك الطعم كله، تاخد منها الطعم كله بالتتبيله كلها. هعمل برضو على حسب بقى الكميه الموجوده عندك، هعمل الكميه بتاعتي كلها. انا عندي وركين اتنين بس، انت حابه تكتري طبعا على حسب اعداد افراد اسرتك. عملت الورك التاني بنفس الطريقه، وهعمله بنفس الطريقه برضو، وادخل التتبيله بتاعته كلها جواها، وهنزل ببقيه التتبيله طبعا على الخضار بتاعي علشان ياخد برضو من طعم التتبيله. فتعالوا بقى نرجع للحديث بتاعنا وحديث النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ودايما ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا حاجات من القرآن ومن الأحاديث بتاعة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فما فيش حاجة في الدنيا ديت إلا وليها حكمة. فطبعا كلنا بنقول إن البيوت أسرار، وكل البيوت فيها مشاكلها وفيها حياتها، فيها مشاكلها وفيها حاجاتها اللي احنا مش شايفين لها حل. بل بالعكس، احنا كل بيت وفيه مشاكله، وفي حاجات كتير الناس ما تعرفش عنها حاجة. يعني زي ما بقولك كده، هو كل البيوت مليانة أسرار. أنا بس الأول هحط شوية مية صغيرين خالص على الفراخ بتاعتي، واغطيها وادخلها الفرن لحد ما تستوي، وبعدين أكشف عليها واروح جاية ايه، ماخدها تتحمر. فزي ما بقولك بقى، كل مشكلة على حسب انتي حابة المشكلة ديت تكبر او تصغر. انتي بصي على المشكلة من بره، يعني خليكي دايما
كل ما استصغرت المشكلة وكل ما كانت المشكلة في نظرك حاجة بسيطة وهايفة ما تتشافش، كل ما كانت أسرع في الحل. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت مع المشكلة حلها. فبيقول لك ايه؟ ان مع العسر يسرا. فربنا سبحانه وتعالى بيبعت مع المشكلة حلها. فايه، ما تحمليش هم وسيبيها على الله. تعالوا بقى نعمل شوية رز حلوين كده مبهرين مع الفراخ بتاعتنا. طعمه لذيذ جدا برضو. جبت بصلاية وقطعتها كده تقطيع عشوائي، على حسب بقى انت حابه تقطعيها تقطيعها عامله ازاي، رفيع تخين قصير، اي حاجه. المهم ان هي تتحمر معايا تحميره حلوه، ما تتحرقش، يا دوبك تاخد لون بس. هو الكاميرا ظالمه اللون على فكره، هو لونها جميل جدا. نزلت عليها بقى بالبهارات بتاعت الصحيحه، حطيت عليها ورق لوري وحبهان وقرنفل وكمان قرفه، عود قرفه. هديها تشويحه برضو لحد ما ريحه التوابل بتاعتي تطلع، وكمان لومي مجفف. لا، ونزلت عليها بقى بالبهارات الناعمه بتاعتي، بابريكا وفلفل اسود وكمون وملح وكمان بهار مشكل وتوم باودر وكاري وكركم وشويه صغيرين خالص زعفران باودر. الزعفران هو اللي هيديني اللون الحلو بتاعنا. وكمان هنزل عليها بطماطمايه متقطعه قطع صغيره خالص، وكمان نص قرن فلفل كده عشان يديني طعم حلو للرز بتاعي. وكمان الملح علشان ما ننساهوش، دايما انا بنسى الملح صدقوني. فبتطلع برجع تاني افتكره لحد ما يسبكوا مع بعض كده، والبهارات بتاعتي تاخد وضعها. هنزل بقى بالرز بتاعي، حابه تحطي الميه الاول حطيها، حابه تحطي الرز الاول حطيه، يعني على حسب. انا بس كنت مستعجله فايه سرعت شويه، كان جوزي راجع من الشغل بقى وعايز ياكل. نعمل ايه؟ هنزل بقى بالميه بتاعتي، اظبط الميه بتاعتي كويس. طعم الرز هايل. لو حابه تعملي رز تاني مثلا، لو حابه تعملي شويه رز بشعريه، لو حابه تعملي شويه رز حبايه وحبايه، الاكله الفراخ طريقه الفراخ ديت يعني بتبقى بتمشي مع اي رز. ممكن تعملي معاها كمان مكرونه، يعني على حسب انت حابه تعملي ايه. هي تمشي معاها كل الحاجات اللي انت حابه تعمليها معاها. طعمها جميل جدا وكمان ريحتها هايله. بصوص جديد، حاجه جديده كده. انا كان عندي ربطه نعناع، استخسرت ان انا ايه ممكن اسيبها تبوظ، ممكن اسيبها يعني ايه بنساها. فقلت لا، استفاد منها. شايفين بقى الفراخ بعد ما طلعت من الفرن طعمها وريحتها تجنن. انا طبعا نسيت في الاول ان انا اقول لكم ان انا حطيت زعتر مع التتبيله. فايه بحطوه لان انا حطيته في الاول خالص ونسيت خالص ان انا اقول لكم عليه. فهنا بقى تعالوا بقى نغرف الفراخ بتاعتنا. شايفين الجمال؟ والبطاطس والرز والفراخ طعمها تحفة. الفراخ هي طرية من جوه جدا بسبب الزبدة، وكمان تتبيلة النعناع مع الخضار ده تحفة تحفة تحفة. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. طبعا بقى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. وجربوا الوصفة لذيذة جدا وطعمها تحفة. ويعني انا مش قادرة اوصف لكم هي كانت عاملة ازاي. وزي ما قلت لكم حابين تعملوا رز تاني غير الرز ده برضو هتبقى حلوة خالص مع الوصفة. ايه رأيكم؟ حاجة كده تحفة. طعم البطاطس يجنن، طعم الفراخ تحفة، وكمان صوص النعناع يجنن مع الأكلة دي. فتعالوا بقى ندوق الأكلة بتاعنا ونشوف عامل ازاي. الرز طعمه جميل وكمان الفراخ طعمها جميل جدا. شايفين الرز بتاعي هو مفلفل مفلفل مفلفل، حاجة كده ممتازة. آه وكمان الفراخ مستوية سوا جميل. شايفين الرز مفلفل بتاعي عامل ازاي ولونه تحفة. اللون ده من الزعفران، رغم ان انا حاطه ذره زعفران صغننه خالص. بودره الزعفران بتدي لون هايل. كمان الفراخ بتاعتي شايفين طريه خالص وطعمها يجنن. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.